سنة 1500 قبل الميلاد تم إعدام برنديب، أول شخص في العالم كله يعاقب علشان سرق. وتخيل، لأ مش سرق فلوس ولا مجوهرات، ده سرق من معبد جلد حيوان عشان يعمل سحر. بس أصلا قانون السرقة موجود من إمتى؟ سنة 2100 قبل الميلاد كان في ملك اسمه أورنامو، كان بيحكم بلاد الرافدين العراق. كان الملك أورنامو بيعشق البناء والتنظيم، ويقال إن هو اللي بنى معبد زرقوة أورا الكبرى. لإخواتنا العراقيين يأكدوا المعلومة دي تحت في الكومنتات. وكمان كان الملك أورنامو بينزل بنفسه السوق ويعمل حالة ضبط للضرايب والموازين والمكاييل عشان يمنع الغش. الراجل واضح وصريح، لا للغش هيساوي استقرار لكم وأمان. طب لو افترضنا يا عم أورنامو أنا شخص حقير وغشيت، هتعمل إيه؟ عشان يجاوبنا الملك أورنامو ويقول لك غش يا حبيبي براحتك، بس انا مش هسيبك. عشان يعمل الملك اورنامو الواح من الطين مكتوب عليها بالخط المساميري كل عقوبات الغش. هتعمل كذا هتعمل كده والله تدفع كده، هتعمل كده هتتعدم. وكان كلامه واضح في الالواح. عشان يبدا الالواح بمقدمه وهي: دير مهمم، انا هقيم العدل في البلاد وازيل البغضاء والظلم واحمي اليتيم من الغني والارمله من القوي. طب والله كلام يحترم يا عم اورنامو، تسلم ايدك. بس لحظه، انت لسه ما اشتركتش في القناه؟ عيب والله يا اخي، ده انا حتى جايب لك حد انت بتحبه، حمورابي، اكيد عارفه. واحد القطرين وصاحب التاجين الشمال والجنوب، وكان رمز تاج ساعتها التوحيد والنور او حاجه شبه كده. والله حمورابي عمل شريعه يا علي، مش شعريه، لا شريعه، مش شريعه تليفون. وكانت الشريعه دي او القوانين دي واحده من اكتر اكتمال وتاثير في التاريخ، ومش مكتوبه على طين، لا على مسله. تقريبا حمورابي كان عاوز يدخل الغاز في المعبد او حاجه زي كده. انا اسف، وحشه قوي الصراحه. مسله ضخمه مصنوعه من حجر الديويت الاسود او الدوايت، كنت باخدها زمان صراحة بس مش فاكرها يعني. وليها جزئين، واحد علوي موجود عليه ومنحوت الملك حمورابي واقف مهذب امام اله الشمس وبياخد منه العصاية كأنه بيقول للناس بصوا انا ماليش دعوة، دي قوانين جاية من الاله. استغفر الله اللي انا بقوله ده. والجزء السفلي فيه كمية نصوص قانونية مكتوبة باللغة الأكادية وخط المسامير، وكتب 282 قانون تقريبا، دول اللي حافظهم سول جودمان. الو انا محبوس، ما تتكلمش مع حد الا لما اجي. يعني اسم محبوس فيه معبد الكرنك تقاطع عباس العقاد. حرفيا ال 282 قانون اتكلموا في كل حاجه: الزوجه في القايمه، ومنتخب مصر، وابناء العاملين، وقناه كبداكي حكايه شوتات ليهم. كان مكتوب في قائمه قوانين حمورابي: اللي بيسرق ياخده حمورابي بنفسه ويرميه في النار. بعد كل ده وانت لسه بتسال السرقه غلط ليه؟ انت ايه يا اخي ما بتتعلمش ومش عارف ازاي بدا التعليم في مصر؟ شوف الفيديو ده هيعجبك.